من امتى؟ انا اعلم جيدا من جهات مسؤوله وطلب مني ان انا اتكلم عن الشيعه واشتم في الشيعه من 4 سنين، وانا رفضت، لان ما يطلب مني حتى لو انا لي هوى فيه لا افعله. انا لا افعل الا ما اراه انا. النهارده الشيعه خط احمر، قناه النايل سات عليه 36 قناه شيعيه، والشيعه قادمون في مصر. الشيعه قادمون، واي واحد عنده ادنى ثقافه هيعرف كويس قوي مشروع الهلال الشيعي، وان مصر هي الطرف الثاني للهلال. الطرف الاول للهلال ايران، وبيلف الهلال للشمال جاي من ايران على العراق على سوريا على جنوب تركيا على لبنان على فلسطين على الاردن على مصر. هو ده الهلال، الهلال الشيعي. ايه الشيعة بقى؟ حبايبنا دلوقتي الشيعة اللي مسميين ما زال اسم خالد الاسلامبولي شارع هناك، واللي علاقات دبلوماسية بتقطع علشان يتغير اسم الشارع، بقوا الشيعة حبايبنا الآن. مين قال الكلام ده؟ نفسي حد يقول لي القنوات الدينية ايه الاسباب. بالمناسبة انا عن علاقة جيدة وطيبة باصحاب القنوات، وتقريبا قابلتهم كلهم. مفيش واحد، ناس دافعين ملايين الجنيهات، مفيش واحد فيهم عارف القناة بتاعته اتقفلت فين. مفيش. كل اللي راحوا هناك مضوا على اقرارات. الاقرار الاول نسبة البرامج الدينية ما تزيدش عن 20 او 30%، علشان مفيش في القانون حاجة اسمها قنوات دينية. الكنيسة دي قصة تانية هنيجي. ده نمرة 1. نمرة 2، لا يظهر على هذه القنوات إلا أهل الاختصاص. من هم أهل الاختصاص يا أعمامنا؟ فرقوا بين المذيع وبين المقدم. المذيع ده لابد أن يكون إعلامي يحمل تخصصا في الإعلام معتمد في جمهورية مصر العربية. يعني واحد بكالوريوس تجارة ما ينفعش يبقى مذيع، واحد محامي ما ينفعش يبقى مذيع. ده المذيع. المقدم هو الراجل اللي بيطلع على الشاشة لوحده يتكلم في موضوع. صفوت حجازي تصنيفهم ان ده مقدم. الشيخ حازم ابو اسماعيل مقدم. لابد انه يحمل تخصص في الموضوع اللي بيتكلم فيه، والتخصص ده يكون معتمد في جمهورية مصر العربية. الحاجة الثالثة، النصارى خط احمر على عيننا وعلى راسنا. خط احمر. انا واحد من الناس اللي بيقول النصارى خط احمر. قناة الناس بالمناسبة القناة الوحيدة التلفزيون المصري ما عملهاش في احداث ناجي حمادي. قناة الناس عملت مداخلة بالتليفون لمدة 12 دقيقة مع الأنبا بسنتي، بيتكلم فيها على رأيه في احداث ناجي حمادي، وقال اللي هو عاوزه، محدش قطع. ايه الفتنة الطائفية بقى؟ النصارى قناة الناس لم تتكلم عن كاميليا شحاتة ولا الأنبا بيشول ولا وفاء قسطنطين. في فرق كبير بين ان شيخ او مذيع في برنامج تعرض للقضية كحدث عام، وان واحد بيتكلم كفتنة طائفية. جيبوا لنا ناقشونا. النصارى خط احمر، الشيعة خط احمر. ودي حقيقة كانت المفاجأة بالنسبة لي انا. الشيعة خط احمر ليه؟ من امتى؟ وبنسبة ايه وازاي؟ واحنا ما اتكلمناش عن الشيعة على وجه العموم. القنوات التي اغلقت لم تتكلم عن الشيعة لمجرد ان هم شيعة. احنا اتكلمنا دفاعا عن السيدة عائشة رضي الله عنها. احد المسؤولين بيقول لي ازاي تتكلم على ياسر الحبيب بالشكل ده؟ قلت له يا اخي الكريم، والدتك عايشه؟ قال لي ايوه. قلت له لو واحد طلع كده في التلفزيون وقال ان والده فلان بيه ارتكبت الفاحشه زانيه،
يعني هموته بس في السر. قلت له تبقى مش راضي، تبقى مش راضي. انا عارف ان هذا الرجل راجل وعارف ان هو يعني بلاش اقول منين. قلت له لا، حضرتك هتروح تقتله وهتمسك السكينه وتمشي كده وتقول قتلت فلان طهرت شرفك. هي شرف سيدة عائشه اقل من شرف امهاتنا؟ احنا ما اتكلمنا عن الشيعه ما اتكلمناش الا لما جاهروا بسبب للسيده عائشه. قبل كده مش حد يتكلم عن الشيعه. هو النصارى خط احمر ليه؟ ما حدش يتكلم في القنوات الدينيه عن النصارى الا اشخاص محددين ويتكلموا ردا على زكريا بطرس. زكريا بطرس ما زال كاهنا في الكنيسه المصريه، لم يشرح لم يفصل، ما زال حتى هذه اللحظه لغايه الساعه 8 النهارده يوم الاثنين ما زال زكريا بطرس كاهن في الكنيسه المصريه. اللي اتكلموا على النصارى اتكلموا على بيردوا على واحد قاعد يقتل المسلمين. قناه زي قناه الناس عملت 15 حلقه بتتكلم فيها على تاريخ النصارى في مصر وتثبت حقوقهم في هذا الوطن. ما اتكلمتش ابدا عن الفتنه الطائفيه، ما اتكلمتش ان النصارى ضيوف علينا، ما اتكلمتش ان النصارى ما هماش اصل البلد. وانا بالمناسبه ارفض كلمه قبطي، وارى ان الذي يطلق كلمه قبطي على المسيحي يأثم من المسلمين، لان كلمه قبطي ديت يعني مصري. يعني مصري. والنبي لما قال استوصوا بقبط مصر خيرا كان يقصد النصارى ولا يقصد كل اهل مصر؟ معلومه يعني يمكن ترجعوا فيها لاهل التاريخ واهل الانثروبولوجي. مصر سميت مصر ليه؟ نسبه الى مصر ابن قوط ابن حام ابن نوح. راجل اسمه مصر ابن قوط ابن حام ابن نوح عليه السلام. ده اول راجل سكن ارض مصر اسمه مصر، ابوه سماها مصر، عشان كده اتسمت الارض باسم مصر. مصر هذا ابن قوط ابن حام ابن نوح خلف ولد سماه قبط. قبط ابن مصر ابن قوط ابن حام ابن نوح. فالشعب المصري اسمه الشعب القبطي ليه؟ لان مصر اللي هو سكن الارض ما خلفش غير قبط. اما قبط فده خلف ابناء كثر، خلف 42 ولد، منهم نشأ الشعب المصري. ولذلك نسبت الارض الى مصر ونسب الشعب الى قبط. فلما نقول الاقليه القبطيه والدين القبطي ده كلام فارغ وكلام وراءه اشياء كثيره جدا 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 ما ينفعش نقول كده. ده كان الشرط الثالث من نصارى خط احمر، المسيحيين الشيعه خط احمر وازرق واسود وكل الخطوط اللي في الدنيا. الشرط الخامس ما حدش يتكلم في السياسه ولا الاخبار. يعني ايه يا جماعه؟ سياسه خلاص ما بنتكلمش في السياسه. طب ايه يعني الاخبار؟ قال لك الاخبار يعني 12 في الاهرام مثلا خبر كذا، ما ينفعش تنقل هذا الخبر. ليه؟ لان انت ما عندكش ترخيص بنقل الاخبار. ليه ده؟ ما تقولوا لنا خلاص نسيب البلد ونروح نعيش في بلد ثانيه وجيبوا شعب